أهلا وسهلا متابعينا الأعزاء. كيف سيصبح طعامنا بعد 1000 عام من الآن؟ عندما يجري الفقراء بحثا عن الطعام والمزارعون يقطفون المحاصيل الغذائية من أجل استمرار المعيشة، فلا بد أن يحدث تغيير في طعامنا. دعونا نعرف كيف سيكون الغذاء بعد 1000 عام من الآن. إن المناخ يتغير لكي يصبح دافئا، ومع القمم الجليدية القطبية فإنه بعد 1000 عام سوف تصبح هذه القمم جافة مع ارتفاع درجة الحرارة، وهذا سوف يؤثر على الإنتاج الغذائي. ثانيا، الصيد والأسماك. فترة الصيد في هذه الأيام عادة ما تكون مثمرة، خاصة مع الآلات الضخمة التي يستخدمها الصيادون. لكن بعد 1000 عام من الآن، عندما يحصل الجفاف، سوف تضيع جميع موارد الصيد بحيث لن يبقى قطرة ماء واحدة. ثالثا، التعبئة والتغليف. سوف تضيع موارد التعبئة والتغليف الذكية التي بفضلها يمكننا الحفاظ على الطعام، وبدونها على الأغلب سوف يفسد الطعام، بحيث أنه بعد 1000 عام سوف يكون هناك القليل من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتعبئة والتغليف. المزارعون الآليون. في السنوات الألف المقبلة سوف تستمر المواد الغذائية في الارتفاع، لكن كما نعرف أن هناك روبوتات تعمل في المناطق الزراعية لمنع الحشرات وقطف الطعام، لكن هذه الروبوتات سوف تتوقف في ال1000 عام المقبلة، مما سيتسبب في دمار للمواد الغذائية. مصادر أخرى. هناك أكثر من 2500 من النباتات المستأنسة التي لا بد أن تكون في طعامنا، لكن في مستقبلنا سيتم توسيع نطاق الاختيار، وسوف يشمل الأعشاب البحرية والحشرات، وهذا سيساعد على خلق المزيد من خيارات الغذاء. ويتوقع العلماء أن تصبح الحشرات منتشرة وتباع في المحلات كشيء شهي. النظام الثنائي الطبقي. مع ارتفاع تكاليف المواد الغذائية الطازجة، سوف يكون من المحتمل خلال ال1000 عام المقبلة أن نرى فئات مختلفة من الناس، مثلا فئة تأكل الطعام المصنع الرخيص، وفئة تأكل من المنتجات المحلية الغالية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا باشتراك في القناة، واكتب لنا رأيك في التعليقات.